صباح الخير. النهارده هنعمل كاندي. عندنا باكيتين جيلي، وعندنا دول 3 معالق سكر، بس لو عايزه تقللي نص ماشي، ودول 6 معالق جيلاتين بالمعلقه الصغيره. مفيش اي حاجه، احنا هنحط الجيلي كله هنا. حطيه كله. دول هيعملهم يعني شويه كويسين. اي نوع انتوا تحبوه. هما الصراحه يعني اخترعوا حاجات كتير بألوان جميلة. هنقلب كده، وعندنا انا نسيت اقول لكم كوبايه ميه سخنه. الكيسين بياخدوا كوبايه ميه سخنه اهي. هنقلب بعد ما هندوبه خالص. نحط الجيلاتين بعد ما ندوبه خالص، هنحطه على النار من 3 ل5 دقايق. بصوا تقل اهو، بقى جميل. هنسيبه بس ايه دقيقتين بس يهدى شويه، علشان ايه نحطه في القوالب بتاعته. اي قوالب سيليكون عندكم اوكي شغال، كله شغال. لو ما عندكوش قوالب سيليكون او تعرفوا يعني، هنجيب قالب زي ده كده بيتباع في اي حته، ونحط بلاستيك فيه ونصب. لما هنطلعه من الفريزر هنبتدي نقطعه. ده عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، بس سيبه بس يهدى شويه وهرجع لكم. بصوا احنا هنصب بقى، هو هدى شويه اهو. السيليكون بيبقى يتحرك يا جماعه، يا ريت ايه اي حاجه كده تحته. اشكال جميله وظريفه، وبيتباع غالي برضو، مش عارفين على ايه برضو، بس ما علينا. هنصب بقى كله كده، نصب ده وده. شوفوا حبايبي ده الشكل. هندخله بقى في الفريزر لمدة يعني ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة كده، وهنشوف هيعمل ايه. بس يعني اهم حاجة الاشكال دي طبعا هتدي شكل جميل للاولاد. ده بعد ربع ساعة اهو، ما كملش ربع ساعة في الفريزر. استنى عشان نحطها. ماي فيفورت. هنطلع بقى كله ونرجع له. بصوا ده القالب اهو اهو، قطعيه بقى زي ما انت عايزة. على فكرة خد ربع ساعة في الفريزر. والكمية حلوة قوي. بصوا استنى يعني. بصوا قطعوه زي ما انتوا عايزين. على فكرة فكرة القالب بتاع التلج مش ظريفة في الطلوع، مع ان ده انه زيت، دي اظرف. هتحطي الكيس البلاستيك، حطيناه هنا اهو، ده ودهناه زيت، ده اجمل واسرع من بتاعة التلاجة، وطلع بسهولة على طول اهو. نقطع بقى الشكل اللي احنا عايزينه اهو اهو. لو سبتوه يجمد شوية هتعرفوا تعملوا أهو. اشكال احسن. لا اهو. هي بتاعت التلاجة بس هي اللي مش قد كده، ما بتطلعش بسهولة، فاحسن ان انتوا تصبوه في اي حاجة على كيس بلاستيك مدهون زيت. بس يلا جميل اهو. ما تنسوناش يا جماعة في اللايك والشير.
وارجو ان انتوا تتابعوني. باي باي.